كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب دايما تكونوا بأفضل صحة وأفضل حال. معاكم أحمد ندى، وده أول فيديو ليا على اليوتيوب. هنتكلم في أخبار الكرة المصرية وأخبار الأهلي بصفة خاصة. وما تنسوش دايما تدعوا لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم اللهم آمين. نخش بسرعة في موضوع الحلقة، وهم موضوعين مهمين جدا. احنا معانا 3 مواضيع، بس في موضوعين شاغلين بال الجماهير المصرية أو جماهير الكرة المصرية بالأخص بشكل كبير جدا. أول موضوع معانا وهو طبعا لقاء الأهلي والزمالك يوم الاثنين اللي جاي ده إن شاء الله على خير الساعة 7 مساء. والموضوع الثاني المهم قوي اللي جاي اكلمكم فيه ومستني اسمع رايكم في الموضوع ده، وهو اختيار الكابتن ابراهيم نور الدين حكم لمباراه القمه. طبعا الحكم ده في ناس كتيره معترضه على اختياره لاداره لقاء القمه. محتاج اسمع رايكم في التعليقات عن اختيار كابتن ابراهيم نور الدين. بس هو الحكم اوريدي اعلن ان هو هيعتزل التحكيم بنهايه الموسم الجاري، فازاي حكم قرر يعتزل وازاي تديله مباراه او تسند اليه مباراه بالاهميه دي وما تحتملش ابدا اي غلطات تؤثر على نتيجه المباراه؟ انا كل اللي بقصده ان لو اثر في نتيجه اللقاء احنا هنعمل ايه؟ اكيد اتمنى له كل التوفيق. نخش في الموضوع الثاني سريعا عشان ما اطولش على حضراتكم. الموضوع الثاني بسرعه كده: اصابات او غيابات لعيبه النادي الاهلي عن مباراه القمه. طبعا يا جماعه النادي الاهلي مؤخرا بيواجه اصابات كبيره قوي، على يعني تقريبا الفريق كله غايب عن اللقاء. تعال نشوف من اول حراسه المرمى. عندنا الكابتن محمد الشناوي، طبعا حارس مصر الاول وحارس النادي الاهلي، غايب بقاله فتره. والكابتن مصطفى شوبير الحمد لله ربنا يوفقه، بيأدي بصوره ممتازه، وفي افريقيا وفي الدوري ماشي بصوره ممتازه جدا جدا جدا. عندنا ناحيه الشمال كابتن علي معلول في احتمال انه يغيب عن اللقاء. عندنا كمان في الدفاع ياسر ابراهيم غايب. عندنا في نص الملعب شبه نص ملعب النادي الاهلي الاساسي غايب عن اللقاء: امام عاشور، اليو ديانج، مروان عطيه. عندنا الوينجات حسين الشحات، بيرسيتاو. طبعا وينجات النادي الاهلي الاساسيين برضه غايبين للاصابه عن لقاء نادي الزمالك. وكمان احمد نبيل كوكا في التدريبات الاخيره اشتكى من بعض الالام في العضله الخلفيه. فشبه فريق كامل غايب عن النادي الاهلي. انتظروني في حلقه بكره هقول لكم اخبار الاصابات ومين اللي ممكن يشارك او مين اللي تاكد غيابه. برغم ان انا عايز اقول لكم على معلومه: ان مارسيل كولر ما بيحبش يشارك لاعب ما هوش جاهز بنسبه 100%. نتمنى لكل لعيبه النادي الاهلي ولاي لعيب مصري ولكل اللعيبه العوده والشفاء من اي اصابه بيمروا بيها. فطبعا مباراه صعبه جدا، وانا ربنا يكون في عون كابتن مارسيل كولر. وهو ده ضريبه النادي الاهلي يا جماعه. ضريبه النادي الاهلي ان انت بتشارك في كذا بطوله، وبتشارك في افريقيا وبتشارك في الدوري ومع منتخب مصر اللعيبه ما بتريحش خالص، فبالتالي معرضين دايما لاصابات باستمرار. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. غيابات الزمالك غايب عنه محمود حمدي الونش، كابتن الونش طبعا غايب عن نادي الزمالك، والكابتن محمد عبد الشافي. نتمنى لكل لاعبتنا الرجوع بالسلامه باذن الله. دي موضوع غيابات الاهلي وغيابات الزمالك. نتمنى ان اللقاء يخرج بصوره مشرفه للناديين ويشرفوا الكره المصريه. شكرا لكم. كان معاكم احمد ندى. انتظروني دايما في فيديوهات جديده. ما تنسوش الحلقه اللي جايه هكلمكم عن اصابات الاهلي، مين اللي بنسبه مؤكده هيغيب عن لقاء القمه، ومين اللي ان شاء الله تعافى وممكن يشارك في المباراه او على الاقل يكون في الاحتياطي. انتظروني دايما بكل ما هو جديد عن اخبار الكره المصريه والنادي الاهلي بصفه خاصه. شكرا لكم. سلام عليكم.